السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم وجبة غدا جميلة جدا وسريعة وكمان اقتصادية مش مكلفة جدا. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض كفتة اللحمة هنعملها بطريقة حلوة جدا، هتطلع معاكي مظبوطة مش هتفك منك أبدا، وطعمها أحسن كمان من بتاعة الحاتي. طعمها حلو جدا أحسن ما بتشتريها من المطعم. زي ما انت شايفة كده من جوه كده مفرغة وجميلة، طعمها يعني بجد طعمها حلو قوي. هنعملها بطريقة حلوة جدا. وعملت كده جنبها مكرونة وشوية سلطة ومخلي اللفت. طبعا لما اللفت بيطلع الواحد بخلله على طول. انا بحب اللفت جدا. يلا بينا يا حبايبي بقى نشوف عملنا ايه. معايا هنا نص كيلو لحمة، طبعا فيها لازم يبقى فيها نسبة من الدهن كده، نسبة دهون علشان تطلع معاكي كويسة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كده حبايبي طبعا دي بصلاية كبيرة أنا بشراها كويس جدا وعصرة منها المية خالص، ما فيهاش مية خالص، ده التفل بس. كده بنزل بيها على اللحمة بتاعتي. دي حاجة مهمة علشان اللحمة بتاعتك ما تفكش ان انتي بتنزلي البصل بتعصري جدا من المية. ومعايا هنا فلفل مقطعاه صغير جدا كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين. وهنزل بقى كمان بشوية خضرة كده. طبعا ما كانش عندي خضرة طازة، دي كنت مفرزاها كده مقطعاها وغسلاها وسبتها تنشف وحطيتها في الفريزر لأي وقت أكون مثلا محتاجة خضرة وما لاقيش. بتبقى حلوة جدا برضو، لو عندك طازة بتحطيه بتبقى برضو حلوة خالص. عندي هنا فلفل اسود، وعندي بهارات مشكلة، كباب صيني، ورق لوري، جوز الطيب، حبهان. وعندي بهارات لحمة معلقة من كل حاجة معلقة. طبعا اقلب كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. هخلط المواد كلها ببعضها كده حبايب قلبي. هحطها بقى في الكبة علشان نسيت اقول لكم حطيت نص معلقة بيكنج باودر صغيرة خالص. هضربها في الكبة بقى خالص عشان تبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بتلزق في ايدك كده علشان لما تيجي تكببيها ما تفكش منك خالص، تبقي ضامنة ان هي تطلع معاكي مظبوطة ما تفكش خالص. فلما تضربيها كمان ضربتين تلاتة كده في الكبة بتطلع معاكي بالشكل ده بتبقى جميلة. احسن كمان ما بتعمليها بايديكي ما بتديكيش نفس القوام بتاعها ده. دي مية البصل اللي انا قلتلكوا عليها، حطي عليها معلقة صلصة صغيرة. هقلبها كويس كده معاها. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كده يا حبايبي وحطيت كمان شوية زيت كده، وهحط كمان شوية فلفل اسود صغيرين. دي بقى هنكبب بيها يعني هنبل ايدينا كده بيها ونبدأ نصبع الكفتة بتاعتنا. شوية فلفل كده صغيرين يعني ربع معلقة صغيرة. هقلب كويس جدا واحطها على جنب بقى. وابدأ اجيب اللحمة بتاعتي. طبعا انا سبت اللحمة في التتبيلة في الخضرة مع البصل ومع الحاجات اللي انا حطيتها والتوابل دي. سبتها قيمة ربع ساعة علشان بقى تشرب من الحاجات دي وتبقى طعمها حلو جدا. وفي الوقت ده بقى قطعت طماطماية كده وقطعت قرن فلفل، وقطعت كمان بطاطساية هحطهم كده تحت الكفتة بتاعتي. طبعا ديت خطوة اختيارية، لو مش حابة تحطي الخضار ده متحطيش، يعني لو حابة تحطي الكفتة بس هتبقى جميلة برضو. بس انا بحب احط البطاطس والطماطم والفلفل دول بناكلهم كده مع الكفتة بيبقى طعمهم جميل جدا. ممكن تغمسيهم بعيش كده، حطي رشة فلفل اسود كده معاهم واقلبهم كويس جدا كده مع بعض. كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا اقلبهم كويس جدا بقى وابدا ارصهم كده علشان بقى اصبع الكفتة بتاعتي وارصها فوق. اكلة سريعة ويعني وبسيطة كده وحلوة جدا. ولو انت يعني جاية من الشغل كده مستعجلة ومش فاضية تعملي اكل هتعمليها، يعني مش هتاخد منك ربع ساعة 10 دقايق وهتكون جاهزة معاكي.
كده يا حبايبي بعد ما رصيت الخضار بتاعي هبدأ بقى اعمل اصبع الكفتة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده بقى. هبدأ ابل ايدي، انا نسيت طبعا ابل ايدي. هبدأ ابل ايدي كده بالبصل والزيت والفلفل الاسود، وابدأ اصبع بقى اللحمة. طبعا الخلطة اللي بابل بيها ايدي دي بتبقى طعمها حلو، وكمان بتخلي اللحمة متلزقش في ايدي وانا بصبعها. بتصبعي بقى عندك يعني العصيان الشيش دي بتصبعي عليها، عندك معلقة زي حالاتي كده بتصبعي عليها. يعني هي حاجة بنتصرف يعني، مش حاجة بتوقفنا. بوريكم ان الخلطة دي اللي انا ببل ايديا بيها. وطبعا الصلصة بتدي لون كده للحمة بتاعتك، بيبقى لونها حلو قوي. كده حبايبي واحدة واحدة كده معاكم. وطبعا زي ما انا قلتلك لما بتضربي اللحمة في الكبة بتديها نعومة كده، وبتخليها تمسك معاكي كده زي ما انت شايفة. بالطريقة دي بتضمني انها عمرها ما تفك منك خالص. كده حبايبي ببدأ اصبع صباع صباع كده زي ما انتم شايفين. عايزة بقى تكبري صباع الكفتة عن كده، عايزة تصغريه عن كده، يعني براحتك. وكده يا حبايبي بعد ما خلصت الكمية كلها، شايفين الخضار شكله حلو قوي مع الكفتة كده، شكلها تفتح النفس. الوان مع بعض كده جميلة جدا. بقى دلوقتي هنحطها على النار من فوق شوية، يعني يا دوب كده تقرب تستوي، وبعدين هحطها في الفرن. كده انا بنزل بقى بقية الخليط اللي فاض مني ده، هنزل عليه بالكفتة. انزل على الكفتة بيه كده يا حبايبي. هبدأ احطها بقى على النار شوية، يا دوب بس عشان البطاطس اللي تحت دي تتسوي. هتشرب بقى، هتبدأ تشرب المية اللي تحت دي. طبعا المية دي نازلة من الكفتة، انا ما حطش المية خالص. كده حبايبي زي ما انتم شايفين هي كده استوت. وحطيتها بس يعني انتي بتسيبيها فوق يا دوب تشرب ميتها شوية صغيرين كده، وتبدأي تحطيها في الفرن تاخد لون. وطبعا انا زودت كوباية مية صغيرة علشان البطاطس ديت اللي هي بتتقلي فبتاخد وقت شوية في السوا. فحطيت ربع كوباية مية صغيرة وهي بتستوي. وبعد كده بعد ما استوت حطيتها في الفرن، اخدت وش، وحطيت فحمية كده وغطيت عليها علشان تبقى ريحة الكفتة المشوية كده فيها. وطبعا زي ما انا قلتلكوا عملنا جنب الكفتة مكرونة كده جميلة مفلفلة، وطبق سلطة وطبق لفت مخلل. وبجد كانت وجبة غدا جميلة جدا، يعني بجد. يعني لو عملتيها ولادك هيتبسطوا بيها جدا احسن من ما تطبخي لهم كمان. يعني الحاجات النشويات دي بتبقى جميلة جدا، يعني الحاجات الخفيفة دي، الكفتة البانيه والحاجات دي الولاد بيحبوها. زي ما انتم شايفين كده من جوه يا حبايبي مفرغة، وطعمها جميل جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بإذن الله. ويا ريت اللي يجربها يكتب لي في التعليقات يعني طلعت عاملة معاه ازاي. وزي ما انتم شايفين كده البطاطس كمان مستوية وجميلة جدا. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.